والآن قليل من الترفيه والاندهاش بصحبة فنان الخدع البصرية عبد الرحمن سعيد، وهو أول عربي سوري يصل إلى نهائيات برنامج المواهب التركي. ويسعد صباحك عبد الرحمن. يسعد صباحكم يا رب. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيك عبد الرحمن. يعني اليوم احنا متشوقين هيك نشوف بعض الخدع البصريه فعلا، وقبل ما نذهب لكيف بلشت تتعلم هاي الامور خلينا نحكي، يعني بيقولوا عنها انها هي الخفه، فيعني هل يا ترى هي فعلا خفه ايد، هي سرعه بديهه، هي شو بالضبط؟ هلا هي طبعا بتعتمد على عده شغلات، غير انه الخفه وغير انه في لها عامل مثلا لفت الانتباه، في لها عامل نفسي، في احيانا في شغلات تعتمد على الطاقه. بس هي طبعا راح اقول لكم شغله، انه اغلبيه في ناس كثير انه بتعتمد على الطاقه، طاقه التركيز، احيانا طاقه التخاطر، بقدر بتخاطر مع الشخص، بقدر بوصل له شيء مثلا تقدر تقرا افكاره. هي طبعا يعني هذا الشيء هذا بوصلني بالنهايه لقراءه الافكار. نعم. بس هو رح اقول لكم شيء، انه ناس كثير بتنسبه لشيء اسمه سحر، شيء اسمه مثلا جن وشياطين او حكي شغلات ابدا ما منسوبه ابدا هالشيء هذا. بس يعني خلينا نرجع لموضوع السرعه والبديهه ربما والخفه الايد. يعني قد ايه في قواعد مهمه فعلا ممكن اي شخص اذا اتقن هذه القواعد ينتقل الى فنان خدع بصريه، ام هي موهبه ممكن لازم تكون مع هذا الشخص؟ لا طبعا هي بتبلش كموهبه. طبعا انا اكتشفتها في من 7 سنوات بهذا الشيء هذا، انه اكتشفتها بشغله بسيطه، وحتى انه بتكتشف فيها غير انه السرعه بهذا الشيء، انه بتقدمك للخدعه، انه بتقدميها بشكل سريع، بتقدميها بشكل ترفيهي، بتقدميها بشكل حلو، فالناس تستمتع فيها اكثر. جميل. طيب انت يعني حكيت انك انت اكتشفتها كموهبه، بعدين كيف وصلت لمرحله الاتقان والاحتراف فيها؟ هلا اول ما بلشت فيها انه بس لانه مثلا لاهلي لرفقاتي بلشت فيها. بعد ما اجيت انا هون على تركيا اكتشفت انه مثلا الشعب التركي بشكل عام، او انه بحب هالامور هي بشكل كثير كبير، وصار عندي فرصه كثير كبيره انه اطور نفسي، بما انه لقيت الادوات. انا هون لقيت ادوات كثيره في هذا المجال، وبس يعني بلشت اطور ايوه اطور حالي بحالي واطور نفسي بنفسي. يعني جميل. عبد الرحمن، انت اعتمدت يمكن على الكتب وايضا عبر الفيديوهات، كله تعلمته بالتعليم ذاتي، يعني ما لجأت لاي معلم، لاي مدرسه او معهد مثلا بيعلم هاي الامور؟ لا اكيد. قد ايه تعبت على حالك؟ والله تعبت كثير ساعات، يعني ساعات مئات والاف الساعات، حتى انه قعدت تقول لي انك تحضر الفيديو كم مره عشان تلقط؟ احضره يعني مئات المرات. نعم. جميل. واضل يعني اول ما بدات في هذا المجال اضل سهران يعني كثير ساعات، يعني امي مثلا تضل فايقه صلاه الصبح، وبعد صلاه الصبح اضل انه فايق ساعات. يعني في عندك شغف انت. نعم. انت مش بس مجرد موهبه، وانما في شغف لحتى تقدر تصبر كل هذا الصبر. صحيح. صحيح. اول ما بدات فيه هيك كان شغفي، وكثير قضيت وقت على الكمبيوتر، يعني انا بتعلم الشغلات. طيب عبد الرحمن، احنا شوقنا شوي المشاهدين، لازم نبدا باول لعبه، وبدك تخف علينا شوي. ما تعمل لنا كوارث هون بالاستوديو. لا اكيد لا. رح ابلشكم بشغله غير الكروت، رح ابلشكم بشغله كثير حلوه بحب اقدمها، هي بالطابات. طابات اسفنج. اول شيء بدي اياكي تشوفي هي الطابه، تمسكيها اسفنج. هلا رح اخذها ايدي، بس ما تتحول لحمامه او لا ما رح اتحول هيني. رح احطها بايدي، رح اوهمكم اني صار عندي تنتين، ضليت عم بقطعها هيك عم بوهمكم حتى هالوان فعلا يصير حقيقه. شوفي عندي طابتين. واو، شو خوفتنا الصراحه. شوفي يا جدي. على فكره الشباب بالاستوديو تفاعلوا. سمعت اشياء. من وين طلعت؟ يعني انا بالعاده بقول ممكن يطلع شوي من تحت. لا بعدين نفس الملمس، يعني ما تغير ملمسها. طيب حجرب لكم شغله فيها ثانيه. ممكن تعملي كذا هيك، قربيهم شوي. هلا في عندنا طابتين. راح اخذ طابه احطها بايدي، طابه تخليها بايدك، سكري ايدك عليها. تمام. سكري ايدك عليها. سكري ايدك منيح يا صفاء. لا سكري ايدك. طيب بس خليني اسكر انا، معلش. ايوه تمام. شوف شو رح اعمل. رح انفخ عليها. تبدي رح تختفي. اذا انا نفخت عليها فخي. افتح وانفخ. ايوه. بسم الله الرحمن الرحيم. صار عندها تنتين. صفاء بلشت شوي تخاف. نبدل. طيب بلا خليني اجرب معها مع اسراء. هي تنتين عندي. افتحي ايدك. اوكي هي تنتين رح احطهم بايدك، سكري ايدك كثير منيح. اوكي قلبيها بس. عم تحسي هيك بشيء عم تحرك بايدك؟ لا ما عم تحسي بشيء. طيب قلبي ايدك، افتحيها شوي شوي. ترى يا جماعه والله ما في تنسيق مسبق.
لاول مره بجرب هاي الالعاب وطلعت عن جد فيها نوع. هاي بطلت خفه ايد يا عبد الرحمن. هلا بسم الله الرحمن الرحيم. هلا طبيعي انكم ينسبوها الناس مثلا لهيك شيء، لانه هن عم يشوفوا شيء صراحه يعني مبهر. نعم. فالناس انه فورا بس شافت انه شغله مبهر خارج انه بتكسر قواعد العالم وقواعد الفيزياء، فخلص فورا بتنسبه لشغلات هي. فلذلك انا بعاني كثير من الشيء هذا. طيب يعني احكي لنا بعد برضه الانتقادات اللي بتجيك او بعد ما تعمل فعلا هذا العرض، بتجيك بعض الامور انه شو عم تعمل، يعني هل هذا سحر فعلا؟ شو القصه؟ اعطينا بعض العوامل اللي فعلا بتعتمد عليها مثل هيك لعبه. بتجيني احيانا انتقادات سلبيه، بتجيني احيانا انتقادات كوميديه، يعني شبه كوميديه. الانتقادات السلبيه انه اول شيء بيقولوا لي انه انت ساحر، انت بتتعامل مع الجن مع الشياطين، حتى يعني يمكن هاي الافكار الشعبيه الموجوده عند عامه الناس، اي شيء غريب بنسبوه للجن نعم والشياطين. نعم هذا الشيء، وهذا الشيء حتى بيكسبوه الدجالين، يعني انه بيعملوا احيانا شغلات انه بتعتمد فعلا على شغلاتنا مثلا بنسبوها لهالشيء هذا. انا ابدا بشرح لهم الناس انه هالشيء اللي انا بعمله هو خدعه بصريه. اشرح لنا ايش يعني خدعه بصريه، شو عم تعمل؟ خدعه بصريه هلا هي لك مألفة من كذا شغله. احيانا خدعه بتعتمد على الخفه، سرعه الايد، احيانا بتعتمد على لفت الانتباه، احيانا بتعتمد على مثل ما قلت لك التخاطر مثلا. هذا الشيء طبعا دراسه كثير كبيره. علي كيف؟ له عامل بالطاقه، له عامل زي مثلا الفكره اللي انت عملت لنا اياها، في شغله هي انا الفكره مثلا عليها. تعتمد على خفه الايد، بتعتمد على لفت الانتباه. علي كيف؟ على هالشغلات. هلا في شغله انا انتبهت عليها، انك انت لما سلمتنا الكرات كنت ضاغط عليهم بطريقه معينه، فممكن انت تكون اصلا يعني حطيت بايدنا الاربع كرات بكل ممكن بساطه طبعا يعني بس كيف طلعتهم الله اعلم. هون الفكره. يعني ممكن بتعرف كيف انه هيك فانه ما تحاولي، ما حيكشف السر، بس في سر رح ينكشف بالحلقه. اي في سر رح ينكشف. هو اهم شيء انه من عرضي انه الناس تنبهر فيه، هذا هو الشيء الاساس، انه انت توصل لمرحله انه انت انبهرت خلص انت بتوجه تفكيرهم لشيء اخر غير الشيء اللي انت عم تعمله. طبعا شيء اكيد. جميل. او حتى احيانا هلا يعني شوي رح كمان رح اعمل لكم خدعه، ما رح الفت انتباهكم وانتم عم بتطلعوا على ايدي، انتم عم تطلعوا على الشيء هذا وشيء رح يصير قدامكم. طب يلا خلينا. طيب خليني ابلش بشغله ثانيه بالكروت. شيء بخوف بس؟ لا ما بخوف ابدا. طبعا الكروت بلشت تشرب مي، عم تستعد. طبعا بنستخدم. طيب عبد الرحمن، بدنا ناخذ فاصل بسيط نشوق المشاهدين اكثر. طيب. وبعدين اكيد رح ناخذ الخدعه بعد هذا الفاصل. اوكي يلا. يعني عودة لكم مشاهدينا، وفعلا موضوع شيق مدهش. خلينا نعرف شوي عن الخدعة البصرية مع ضيفنا عبد الرحمن سعيد. يعني اهلا وسهلا فيك نجيل عبد الرحمن. هلا في عندنا كمان خدعة بصرية، فرجينا. رح اقدم لكم اياها. اول شيء بدي اياكي انه كروت الشده في عندي هون، بدي اياكي تاخذي اي كارت من هذول الكروت، شوفي انت والمشاهدين تمام. انا ما رح اطلع تفرجي على الكاميرا، انا ما رح اطلع حتى على الكاميرا. هيني عم بشوف، ما عم بشوف. اوكي يلا شفنا. اوكي حطي مثلا هون بنص الكروت. اوكي رح احط كل الكروت فوق، رح احرك ايدي هيك، رح شوفي رح في كارت رح يتغير لونه بين الكروت. هذا شفتوه تغير لونه، وهذا الكارت اللي يتغير لونه. شو كان الكارت اللي انت اخترتيه؟ اصل بس احكي اسمه؟ ليك اصل اسمه. صحيح. هو نفسه اللي بتغير لونه. طيب يلا مو بس هيك، رح اعمل لكم وحده ثانيه نفسه حتى كمان. هي اول شيء رح نشيل الاصل نحطه على الزي هون. فبدي اياك رح اعمل انا هيك الكروت، تحكي لي وقف اي مكان بدك اياه. اليوم صفاء في وش المدفع. اي وقف. شوفي الكارت. تمام. اوكي خلي كمان المشاهدين يشوفوه. تمام. شوف. اوكي هي كمان رح احطه بالنص. حاعمل هيك كمان في كارت رح يتغير لونه. لحظه شوي. شايفين شيء الكارت الاحمر؟ لا بس هو في عندنا كارت احمر هون، ما هيك؟ شو كان الكارت اللي شفتيه ثاني مره؟ عندنا 4 بستوني. خلينا نشوف الكارت اللي هون. شو صار؟ لا صار 4 بستوني. هاي كبيره. هاي كبيره يا عبد الرحمن، بدك تكشفها هلا. مش معقول. هاي من الاشياء اللي متفقين تكشفها صح؟ لا اكيد لا. طيب فرجينا خدعه. خلينا كنا كلياتنا فعلا مركزين معك. كنا كلنا حابب بس تاخذي الكروت. بس تمام. عندي هون هي من اين لك هذا؟ وبالعاده بفطر الصبح تفطر وبتطلعهم بعدين. جربي تدوق؟ لا شكرا.
تفضل. راح اعمل لكم شغله ثانيه كمان بالكروت، بس المره راح استخدم صديقي. هذا صديقي مميز اسمه شو بوب. قصة صديقك؟ اسمه بوب. هذا صديقي بيعمل خدعه جدا رائعه. اول شيء مشان ما تكون هي بعيده، انت بدي اياكي تلمسي اي كارت، بس بعد هيك اي كارت تلمسي بس. اي كارت؟ اي كارت. اوكي، الكينج اختيار ديناري. اوكي تمام. الشيء راح اعمله انا راح اخذ خيار ديناري، راح احطه على الطاوله هلا. خلينا بس نفرجيها مشاهدين. اوكي. تمام. بدي اياكم تركزوا هون على صديقي. اوكي. صديقي شوفوا شو راح يعمل. راح يتحرك صديقي، راح ياخذ وبعده. راح ياخذ ايه؟ القبعه تبعه. وراح يمد القبعة. ايده لجوات القبعه. بس نعيدها على الكاميرا عشان ياخذوها زوم. يلا. معلش يلا. لا تمام، هم حياخذوا زوم. رح يبدأ شوي راح شوي يبدا يتحرك، ياخذ القبعة تبعه، حتى راح يمد ايده للقبعه تبعه، بمد ايده الثاني راح يسحب كارت من القبعه، وهذا الكارت راح يكون لا. الكينج الديناري. هاي اعتمدت فعليا على قراءة أفكار؟ لا اكيد لا، لكن يعني أنا اعتمدت بعرف على صديقي. على صديقي بوب. طيب يعني قبل ما تعمل لنا كمان العاب، بدنا اللعبه بدنا تفرجينا شيء فعلا تكشف لنا فيه احد الاسرار، لو كان شيء بسيط. خلينا نبين فعلا انها هي خدعه بصريه يعني بطريقه احترافيه انت تعلمتها. طيب اوكي، راح اعمل لكم شغله. اوكي يا ساتر. يلا هاي رح نكشف. هلا اول شيء راح اقدم لكم الخدعه، بعدين راح اكشف لكم. تمام. اوكي. هلا راح اعرف هيك بالكروت، تحكي لي وقف باي مكان بدك اياه. وقف. اوكي. خذي الكارت، شوفي احفظي حتى خبرية وريها الناس. صفاء. فزتي. فرجيها مشاهدين. ايوه بدنا نجيب مشاهدين. هتشوف. تمام. حطيهم بنص الكروت. راح احط الكروت كلهم فوق بنص الكروت. هلا كارتك اكيد ما هو فوق، ما هو شو بدي اعمل؟ لا لا كارتك حتى ما هو تحت. لا. صحيح. هلا راح اشلف هيك الكروت على ايدي، راح اشوف اني كارت واحد راح ينط من بين كل الكروت. 5 سباتي فعلا. راح ينط هو كارتك. طبعا هم عم بغششوني بالاستوديو اسمه. صحيح ولا صحيح صحيح. صحيح. يلا. فهالشيء بتعتمد على كذا شغله، انه على خفه الايد وعلى حتى على لفت الانتباه. السر هو جدا يعني يعتبر هلا بتشوفي انه هو بسيط، بس تقديم هيك الخدعه بيعتمد اكثر شيء على الخدعه. فهلا الكشف داخل الخدعه انه انا وقت اعمل لك قولي لي وقف باي مكان، مثل قلت لي وقف هون، فانا باخذ نص الكروت هيك. معلش تعلي ايدك شوي. تعلي ايدك ونعيد معلش. شوي شوي بهدوء نعيد. تروق. عمل في الكروت. تمام. قولي لي وقف هون. انت قلت لي وقف هون، انا اخذت الكروت، نص الكروت لهون نص الكروت لهون، قلت لك اسحبي هذا الكارت شوفي. وانت سحبتي هذا الكارت، هلا كل لفت الانتباه على الكارت، ما حدا عم يطلع على ايدي. نعم. عقلك الباطن اخذ شغله انه انا عندي نص الكروت هون نص الكروت هون. فانا شو بعمل بهالحاله؟ انتم تنتبهوا على الكارت. نعم. انا برجع كل الكروت اللي بايدي لهون، بسحب كارت واحد بس. طبعا هي بدون ما انتم تنتبهوا عليه. ترى كيف؟ وقت انا قلت له رجعي الكارت على نص الكروت، هو بالفعل هذا فوق الكروت، بس انتم مو بعقلكم انه انا عندي هون نص هون النص. وقت لك رجعي الكارت على النص، حطيتيه هون فوق. حطيته فوق. ايوه هون. انا بهالحركه شو عملت؟ عملت هيك. انت اوهمتنا انه معك النص. اوهمتكم انه معي النص، انا بالعاده بس حطيت كارت واحد بس، اخذت الكارت حطيته هيك وعملت لكم هيك. طيب. فهالحركه البسيطه خلص انه عقلكم اخذ انه الكارت صار بالنص وانا حطيت كل نص الكروت فوق. فعلا انت اوهمت العقل الباطن وخلص يعني. خلص هذا الشيء. الامور عندك. جميل. ايوه. هلا الكارت صار الثاني، فباخذ اول كارت، بالكم من هذا ما هو الكارت اكيد. بحطه بالنص، بالكم من هالكارت ما هو كمان لكم. هلا كارتك صار على التوب، على اعلى شيء بالكروت. خلص. فهي صارت بس بخفه الايد، انا بقدر بخليه مثلا يقلب الكارت او حتى ينط الكارت يقلب يصير. هي ممارسه فعلا وتمرين مستمر. طبعا شيء اكيد. الواحد يتقنها يعني. نعم. طب عبد الرحمن، غير الممارسه يعني انا بشوف انه برضه كل اللي بيستعرضوا العاب الخفه بيكون في عندهم مهارات تمثيليه، يعني في استعراض مسرحي معين امام الجمهور. انت برضه تعلمت هذا الشيء؟ يعني مثلا كنت تشوف تمثيل معين لحتى تتعلم على استعراض مسرحي معين؟ لا صراحه ما كنت اشوف هالشيء هذا، كنت اشوفه مو كتمثيل، كتقديم عروض. هو بقول لك كيف 75% من عرضي كابهار هو تقديم للخدعه. بجوز انا بيكون عندي في خدعه جدا بسيطه جدا صغيره، بس بقدمها بطريقه بتصير جدا كبيره وضخمه قويه. بتضخمها بفن العرض. بجوز في عندك مثلا خدعه كبيره، خدعه كثير كبيره، تقرير التقديم تخرب الخدعه كلها. طيب يا عبد الرحمن، مثل هاي الخدعه انت شو عم تطمح تصير يعني بالمستقبل؟ ايش بدك تقدم فيها؟ هلا بصراحه
انا في عندي فكره جديده بهالمجال، فكره تقديم عروض بنفس مجالي طبعا بطريقه مختلفه، طريقه جديده ما حدا من قبل انه عاملها. هذا الشيء محتاج تمويل، طبعا مو تمويل كثير كبير، تمويل بسيط. فبيكون عندي انا هون خلقت شو عرض خدعه بصريه جديد، حتى انه مثلا قدام العالم من شاب سوري مثلا، من لاجئ سوري مثلا انه عايش بتركيا قدر يعمل هالشغلات الكبيره. يعني هنا الشو اللي مفكر فيه، اللي عندي طموح له، شو كثير كبير وبقدر بقدم باضخم المسارح حتى بالعالم. في من وراه رساله، حلو. مش في من مجرد وراه استعراض. رساله، في من وراه رساله، وفي من وراه قصه كمان. حلو. ما عم قدم كانت مثلا عم جاي عم تتفرج على خدعه وخلص خلصنا انبهرت خلص، لا عم تشوف خدعه، عم تشوف قصه، عم تشوف عم تنبسط، عم تضحك كمان، يعني فيها شيء نوع من الكوميديا. يعني شكرا لك عبد الرحمن بالفعل على المتعه اللي امتعتنا فيها اليوم، وعلى العاب الخفه الجميله، وعلى انك كشفت لنا ايضا سر خطير من اسرار العاب الخفه، وعلى انك خوفت صفاء. مع اني كنت حابب اعمل لكم وحده ثانيه قويه جدا. يلا خلينا نختم فيها. شوفوها. يلا. طيب حاملها على السريع مشان ما تدخلوا. اول شيء رح طالع من جيبي بلاستيكه، هي مثل تبع بحطوا فيها الهويه او كذا، كروت. هي اول شيء بامكانكم تشوفوها ان هي فاضيه ما في شيء جواتها. راح استعملها لا بعد شوي. بدي اكيد تسحبي اي كارت، الشده كلها مختلفه بدكم تشوفوها. صحيح؟ نعم. اسحبي اي كارت، ما تخليني اشوفه طبعا انا. اوكي شوفي انت الكارت حتى اوري صفاء بتحاول تخدعك باي طريقه. صح. طيب اوكي، انت كمان الكارت هون بالنص. ارجع هون. رح اقطع الكروت كمان، رح الخبط. فكمثال الكارت اللي اخترتيه كان الكينج اوف هارتس؟ لا ما كان. شوفوا شو رح اعمل هلا. في عندي هي البلاستيكه، رح اخذ الكينج لايدي. اوكي، وراح احطه جوات هي البلاستيكه حتى بامكانكم تشوفوه. نعم تمام. طبعا مش هو الكارت اللي اخترناه. ايوه هو الكارت هذا. بدي اياكم تركزوا عليه كلياتكم، ركزوا عليه الاختيار. ركز عليه، تركز الكاميرا عليه. ركزوا، حركها هيك. شوي شوي رح يتغير الاختيار، رح يصير 7 ديناري اللي اخترناه. 7 ديناري انت نعم. اخترتوها. ولقد خدعنا عبد الرحمن يا جماعه. والسر باي وحده فيهم. السر نعم بيدي. لقد خدعنا. طيب عبد الرحمن، يعني يعطيك الف عافيه، فعلا كانت فقره ممتعه لطيفه. شكرا لك يا عبد الرحمن، يعطيك الف عافيه.